السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنصور فيه عن مشكلة بسيطة بس هي بتؤرق كل أصحاب المزارع اللي هي مزارع الخاصة بالمانجو بالتحديد، ولكن في كتير قوي بيتجاهل الموضوع ده. فيا جماعة احنا عاوزين ننوه للمشكلة دي مشكلة شفناها في شجرة من أحد أشجار المزرعة، وهوريكم برضو كثافة المجموع الخضري فيها هتلاقوه مختلف تماما عن الأشجار السليمة. طبعا التشقق ده بداية احنا عاوزين نعرف هو أسبابه إيه. هو بداية التشقق عبارة عن عدم توافق ما بين الأصل والطعمة اللي مطعوم عليه. دي أحد أسبابه الرئيسية. بتيجي بعد كده بعض الأسباب اللي بتسبب لنا التشقق ده، زي ان انا مثلا لو عندي نقطات زي كده بالظبط. النقطات دي مثلا لو انا عندي النقاط ده بينطر ميه على الساق من تحت كده، فبالتالي هيعمل ليها تشقق مع اشعه الشمس الشديده في الصيف. الحاجة التانية اللي تعمل ليها تشقق اللي هو الإصابة ببعض الأمراض الفطرية اللي ممكن تجيلنا، زي الفيتوفثرة اللي بتيجي على الساق من فوق، او الاشنات مثلا بتيجي مثلا تعمل لنا برضو موت لمنطقه مثلا ما زي كده، تعمل لنا منطقه موت وبالتالي يحصل لها تشقق، او الاصابه بمرض فطر العفن الهبائي برضو ممكن يعمل لنا تشقق. من احد الاسباب برضو اللي بتسبب لنا تشقق وهو ان انا في عمليه التأليم بجور على الشجره من تحت، فما ما بعملش ليها حجر، فبالتالي اشعه الشمس بتضرب فيها طول النهار اللي هي اشعه الشمس الحاره مع الرطوبه الليليه او مع ميه تيجي على الساق زي ما قلنا. فبالتالي وجود رطوبه شويه مع وجود حر، وجود رطوبه مع شمس شديده تعمل ليا تشقق. يبقى دي المشاكل اللي بتجيب ليا التشقق زي ما حضراتكم شايفين. طب بعد كده ايه بقى مشكله التشقق؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، ان لما بيحصل عندي تشقق بيبقى فيه فرصه ان عندي زي ما حضراتكم شايفين الفطريات بقى تعيش تحت زي ما حضراتكم شايفين كده، الفطريات والحشرات، ويبقى وقر جامد لمعظم الحشرات اللي هي تسكن، او الفطريات اللي هي تسكن تحت القلف اللي ميت ده. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طيب لما بنوصل لمرحلة التشقق يبقى تشقق طولي كده وفي نفس الوقت في تشقق عرضي، يبقى أصبح عندي هنا مشكلة في عملية الامتصاص بتاعة، أو مش الامتصاص، هنقدر نقول عن مشكلة في وصول المواد الغذائية اللي هي بعد ما بتتصنع في الأوراق هنا عملية الماء الضوئي للجدر. يبقى معنى كده إن الجدر النمو بتاعه هيبقى ضعيف جدا، بجانب إن في هناك بعض منظمات النمو اللي هي خاصة بعملية اللحاء وتكوين اللحاء، وفي نفس الوقت ان هي عملية المرور بتاعها بتبقى عن طريق اللحاء، يعني عشان توصل للاوراق عندي فوق او عشان تصل للجذر تحت، فلازم يكون عندي لحاء او منطقة اللحاء دي تكون سليمة. فبالتالي لازم اكون انا عندي دراية كافية بان انا احمي شجري من عمليه التشققات دي. انما اسيب التشقق ان هو يتحول بالشكل ده مكعبات زي كده، يبقى عندي تشقق طولي وعرضي مع تشققات طوليه وعرضيه، معنى كده ان انت وصلت ل... لمشكله كبيره جدا في عمليه التشققات، لانها هتقلل من عمليه تغذيه الجدر نفسه تحت، لان الجدر الوظيفه الاساسيه بتاعته مش التغذيه وليس ولكن الامتصاص. طيب من زي ما حضرتك شفنا احنا ادى الاشنات اهي، دي البدايه اللي هي بتعمل معانا التشقق فوق اهوت، وبالتالي يعني تزيد درجه الاصابه بتاعه الاشنات، وبعد كده يحصل ان التشقق بتاعنا بيكبر يوم ورا يوم يعني. فبالتالي بيحصل عندنا مشكله، ومن هنا نبدا ان احنا ايه نتكلم على مشاكل في الشجره فوق مش جايبه انتاج ليه مش عارف ايه، وبالتالي المشكله عندنا تحت ومش فوق. طيب اعالج المشكله دي ازاي بقى؟ اعالج التشقق زي ما احنا اتفقنا بسكينه حاده، وابدا اقشر الحاجات دي كلها زي ما حضراتكم شايفين اهوت. ادي الفطريات والحشرات سكنت تحت، فبالتالي لازم انظف لحد ما اوصل النسيج الحي بتاع الخشب بتاع الشجره، انضفه واوصل ليه. وبعد ما انضفه بسكينه حاده، انضف كل التشققات دي وابدا ادهنها عجينه بوردو اللي حضراتكم عارفينها، حضراتكم كلكم عارفينها. عجينه بوردو اللي هي بتتكون من البلاستيك مع الجنزاره، او الجير مع الجنزاره مع الغيره البيضاء، على اساس ان انا
احمي الساق بتاع الشجره عندي. وفي بعض المدارس اللي بتقول نعمل نلف ورق اسمنت حوالين الساق عشان نحميه من الشمس في الصيف، وكل دي مدارس، ولكن انتوا اصحاب القرار في التوقيت ده. بس اهم حاجه لازم اشيل اللحاء اللي مات ده او القشر والقلف اللي مات ده. ونيجي بقى نبص على المجموع الخضري اهو. المجموع الخضري في الشجره هو كمجموع خضري مش بطال، ولكن هو متوسط. لكن لو جينا نقارنه بشجرة سليمة، يعني هنبص على الشجر السليم. دي شجرة لكن لسه في مبتدأ العمر اهي. دي شجرة سليمة. عندنا هنا المجموع الخضري بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة. لو جينا نبص للجدر بتاعها هنلاقي الجدر اكيد مختلف اهو، زي ما حضراتكم شايفين الجدر مختلف تماما. انا بس حبيت اوري حضراتكم الفرق ما بين الشجره اللي فيها مشكله في الساق من تشققات او من امراض، والمشكله اللي هي والشجره اللي هي السليمه. لان مش معنى ان يا جماعه التشقق، مش معنى ان الساق فيه تشقق يبقى انا اتجاهله، لا. التشقق معناه امتصاص، وامتصاص كبير جدا من خلال اللحاء اللي حضرتك شايفه بيتشقق ده او بيموت. انت بتوقف كميه كبيره من التغذيه ما بتوصلش لنمو الجدر تحت، فبالتالي الجدر هيبقى عندك ضعيف، فبالتالي مش هيبدا امتصاص كافي. بتوقف امتصاص ومرور مجموعه كبيره جدا من منظمات النمو والهرمونات اللي هي بتساعدني على ان انا اجي وقت التزهير، اجي وقت الصقيع، اجي وقت المشاكل بتاعه ظروف الاجهاد، تعالج لي المشكله دي. يعني انا حبيت انوه للمشكله دي لان في اصحاب مزارع كتير بيتغاضوا عنها او ما يعرفوهاش او ما يعني مش ما بيحطوش الموضوع في دماغهم. يعني بيبقى عنده المشكله ولكن هو في النهايه مش حاطط الموضوع في دماغه. ولكن ده غلط وغلط كبير جدا، بل بالعكس بيأثر على الانتاج وبدرجه كبيره جدا. زي ما حضراتكم شايفين ادي ايه معظم الاشجار وكثافه النمو بتاعها. ولكن الشجره اللي احنا كنا بنصور عندها، الشجره دي كانت فيها مشكله في التشقق، فكثافه المجموع الخضري فيها كان ضعيف. كان معكم المهندس حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.